كان في هناك حاجة لوسيلة اتصال خاصة بمناطق شمال وشرق سوريا. الوسيلة ما كانت متاحة أو غير قابلة للتطبيق بسبب عدم وجود بنية تحتية متكاملة وبنية تحتية واحدة لكل الأقاليم والإدارات في شمال وشرق سوريا. طبعا العام الحالي 2022 تم الانتهاء من توحيد البنية التحتية لكل الإدارات والأقاليم وربطها ببعضها. أصبح هناك مجال لتفعيل شبكة خاصة أو تطبيق خاص أو وسيلة اتصال خاصة بمناطق شمال وشرق سوريا. برزت فكرة التطبيق كفكرة أفضل من الشبكة الخلوية السريجي والتوجي من ناحية الأداء، من ناحية الصوت، من ناحية إرسال الوسائط والمكالمات الفيديو وإرسال الملفات. طبعا بالتنسيق بين مديرية مكتب الاتصالات في شمال وشرق سوريا وشركة أرسل تم التوصل إلى صياغة نهائية بتفعيل تطبيق أطلق عليه اسم تطبيق حكي. هذا التطبيق راح يكون خاص بمناطق شمال وشرق سوريا بحكم السيرفر أو المخدم الرئيسي راح يكون موجود ضمن المنطقة. هاي الميزة راح تفعل ضمنها مزايا كثيرة، منها الشبكة الداخلية، إنه وسيلة الاتصال هي راح تكون داخلية من جهة الأمان ومن جهة الاستمرارية. يعني في حال حدوث أي انقطاع في خدمة الإنترنت العالمي بضل التطبيقات الداخلية سارية العمل، لا تتعلق بالإنترنت العالمي. من جهة تفعيل التطبيق طبعا مجاني موجود على موقع الشركة، يعمل على أرقام الأرسل غير مفعلة، أرقام اللي تبدأ برقم 500، مشابهة جدا للتطبيقات المحادثة الأخرى مثل الواتساب والفايبر أو السيجنال. آلية عملها راح تكون على أرقام الأرسل فقط حاليا، ممكن مستقبلا تتفاعل على أرقام أوروبية أو عالمية ثانية. التطبيق راح يعمل بأماكن وجود شبكة أرسل في حال حدوث انقطاع الإنترنت الخارجي أو الدولي، التطبيق يبقى في حالة الخدمة. بالنسبة للرصيد، الرصيد راح يكون نفس رصيد أرسل، أما في حال انتهاء الرصيد كأيام أو كباقة ممكن للمستخدم أنه يعمل عن طريق الكتابة فقط. طبعا راح يكون ضمن مدة محدودة، إن شاء الله بداية العام القادم راح تكون هالمدة هاي موضحة، ومع انطلاقة التطبيق كمان ببداية العام القادم سيتم تفعيل ميزة الأرقام الرباعية والأرقام الثلاثية للخدمات والطوارئ ضمن هذا التطبيق، تطبيق حكي، بحيث يمكن للشركات الخاصة اعتماد أرقام رباعية أو المؤسسات. أما بالنسبة للأرقام الثلاثية 111 الأرقام النجدة والطوارئ الإطفاء أيضا راح تكون مجانية ضمن تطبيق حكي. بالنسبة للعام القادم عام 2023 سيتم العمل على بداية مشروع الحوكمة الإلكترونية، حيث سيتم أتمتة عمل أغلب المؤسسات ضمن الإدارة الذاتية وربط المؤسسات ببعضها ضمن الإدارات وبالأفرعها ضمن الإدارة نفسها، بحيث تكون الخطوة الأولى باتجاه الحوكمة الإلكترونية.